السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم جيتكم بفيديو سريع. عجبني خبز وما عندي يعني تنور، فقررت أجرب بهذا الفرن. عجبني خبز أيضا خبز عروق وياه. هاي جربت عندي صواني الفرن، خليتهم غسلتهم نحميهم زين كل زين. الفرن أيضا نحميه كل زين. يلا نخبز بيه. هاي ما شاء الله هاي أول وجبة طلعتها. وهنا جربت هاي الصاجية اللي تكون فوق اللي عندهم فرن يعرفون هاي شنو. جربتها. أعتقد هاي الفكرة تفيد للحم بعجين أنجح تصير. هسه هذا الخبز نخلي فوق وجوه، بس هاي ثاني وحدة هي أنجح شي. إذا تخلون رأسا النار من فوق شوية تصير مو كلش. هسه هاي كانت جوه، شفتوها شلون خبزة يعني حلوة موردة. هاي بعد هدت جاهد. بس سويت هنا خبزتين وسويت خبز عروق أيضا. قلت لكم هاي أعتقد تفيد للحم بعجين إذا فوق. هسه إن شاء الله أجربها باللحم بعجين. هاي خبز العروق. طبعا ما شاء الله الدنيا ظهر وجتني هاي الفكرة. هاي سويته خبز العروق وكملناه طبعا الخبز وثردنا بيه. ومهما يكون خبز الإيد وأي شي سويته بيديكم وبالبيت يصير أطيب من اللي تشتروه. أتمنى تعجبكم هاي الفكرة. إذا عجبتكم جربوها إذا اضطريتوا فد يوم من الأيام. هاي شوفوا ما شاء الله كمية ذبلي خبز عروق 8 أو 9، والأبيض أيضا 9. يعني أنا عاجن شي قليل كلش ما شاء الله. هسه تشوفونه هسه الكمية كلها ويا الخبز الأبيض. هاي كله طبينا جوا من الحر خلصنا. إن شاء الله تعجبكم الفكرة. وإذا شفتوا الفيديو أتمنى تشتركون بقناتي، تفعلون زر الإعجاب والاشتراك. دمتم بأمان الله.